كميه الناس اللي شفتهم بيقطعوا وبيبوظوا الباودر بتاعت هدى بيوتي عشان يا دوب خاطر الحته الشاش اللي هي حطاها في الباودر مش طبيعيه يا جماعه. عايزه اقول لكم اصلا الباودر بتاعت هدى بيوتي من اكتر الباكجز العبقريه اللي انا شفتها لاي باودر موجوده. الحته الشاش اللي مضايقاهم دي انا رايي ان هي احسن اختراع حصل ككفر لباودر. هي ليها حل وليها استخدام سهل جدا بس الناس ما بتفكرش. انا عندي الباودر دي هي مش هدى بيوتي، هي براند تانية سر مش هقول لكم ايه هي اولموست نفس الباكج بتاع هدى بيوتي اللي هو الشاش ده. اغلبهم بقى بيقعد يقطع الشاش ده او يفكها خالص عشان خاطر عايز يطلع كميه باودر كبيره من العلبه، مع ان الموضوع اسهل مما اي حد يتخيل. كل اللي انتوا محتاجينه فرشه، اي فرشه. اللي انتوا هتعملوه كده. هلكم من زاويه تانية بغض النظر عن الكركبه اللي على الترابيزه عدوها. كل اللي انت محتاجه تعمليه هتعمليه باي فرشه عندك في الباودر كده. شايفين كميه الباودر اللي بتطلع من حته الشاشه اللي مضايقاكم وعمالين تقطعوها؟ عايزه اقول لكم ان الباودر دي تعتبر قربت تخلص، وشايفين مطلعه كميه باودر قد ايه. وعايزه اقول لكم ان انتوا كل ما هتلفوا بظهر الفرشه هتلاقوا كميه باودر اكتر طلعت. استخدمي بقى الكميه اللي انت عايزاها وبكل بساطه هتعملوا كده. الباودر الزياده نزلت، اي زياده على الجنب بالفرشه بنزلها لتحت والباودر رجعت نظيفه تاني، وما ضيعتش اي برودكت وما بهدلتش ولا الترابيزه ولا بهدلت نفسي، وما بوظتش باكج باودر اصلا عبقري وانتوا دافعين فيه دم قلبكم عشان تشتروه. الموضوع كله ما خدش منك 3 ثواني. شكرا لكل الناس اللي هتشكرني على الفيديو ده، بس اتمنى ما اشوفش حد بيقطع او بيدغدغ علب باودر بتاعته تاني. والموضوع سهل وبسيط ونظيف ومش محتاجين كل اللفه دي كلها.